الجزائر وتونس يعرفوا بعضهم مليح، يعرفوا بعضهم بالكدا. فما نقاط صغيرة هي اللي باش تربح الفريق إن شاء الله، يا الفريق التونسي يا الجزائري. والله مانيش وحدي أنا، فما 23 لاعب معناها، لازم نكونوا الناس كل يد واحدة، وثقتنا كبيرة معناها في المدرب وفي صحابنا وفي تونس اللي باش تدز معنا الكأس افريقيا هذايا. خاطر واحد وحده ما نجم يعمل حتى شيء، لازم الناس الكل مع بعضها، وان شاء الله كيما قلت لك نمشيو لبعيد للكاس هذا. انا ما نخشى حتى فريق، نخشى كان من الفريق التونسي اللي لازم يكون في نهاره، يوم المباراة لازم يكون في نهاره. جورج ويا، في مثل هذه المواجهات ما الذي يحدث الفارق؟ الأشياء الصغيرة، الروح المعنوية، بداية المباراة، الدخول في جو المباراة، الشوط الثاني وقراءة المدربين، أين يمكن أن تحدث الفروقات بين الفريقين في مثل هذه المواجهات؟ بالتأكيد الأمور تتغير بعد انتهاء الشوط الأول، وحينما يتكلم اللاعبون مع بعضهم البعض في غرفة تغيير الملابس، سواء كان ذلك قبل المباراة أو بعد انتهاء الشوط الأول. ولكن مفتاح النجاح هو اللعب بطريقة جماعية، اللعب بطريقة